سفرة النهاردة هتخلي أي حد ينسى الدايت وينزل يغوص معانا. ايه رأيكم؟ هنعمل مع بعض النهاردة جمبري والكابوريا والسلطات والطحينة والرز الصيادية، وكنت عاملة هنا طاجن صبيت في الفرن وسمك سنجاري مع السلطات، وشايفين بقى الكابوريا غرقانة في الشوربة بتاعتها والرز الصيادية والسلطة الطحينة والتكات والحركات. الأكل ده كله لو اشتريتوه بره جاهز هيبقى مبلغ وقدره. الكلام ده كله لو اتعمل في البيت مش هيكلف المبالغ دي كلها، مع العلم ان كمان الكواليتي النظافة وحاجة مضمونة ومعمولة في البيت. ويلا بينا بالتكات والحركات. واول حاجة بنعملها بنسمي بسم الله، وانا جبت كيلو من الكابوريا وهغسلها كويس جدا علشان لو فيها رملة ولا حاجة ساعة السلق ما تنزلش الرملة بتاعتها في الشوربة وتضايق اللي بياكل وما تعملناش مشاكل. هنا جبت بصلتين كبار وحطيت نص قرن فلفل حامي، والقرن الفلفل الحامي ده بيدي الأكلة في حتة تانية خالص، وحرفيا كان الأكل خطير. لازم تجربوا التركية دي، وهقول لكم برضو على تركات تانية. كنت أنا مرة في مطعم في دهب وأكلت أكلة سي فود، فاستغربت ان الأكل كان طالع تحفة وطعمه جميل. ولما سألت الست اللي هي شغالة في المطعم، هي صاحبة المطعم أساسا، فبقول لها ايه سر جمال اكلك؟ ضحكت وما كانتش عايزه تقولي، بس قالت لي لا هقولك. حطت كوبيبه صيني في اكله السمك وقالت لي على شويه تركات، وقلت لا انا لازم اشارك معاكم علشان برضو تعرفوا التركات دي وتبقوا برضو الاكل عندكم في حته تانية خالص، واكل المطاعم بيطلع من تحت ايديكم. طبعا انا شوحت البصل في شوية زيت، ومع الاسف الخطوة اللي انا نزلت فيها بالكابوريا بعد ما غسلتها وصفتها، الكاميرا ما كانتش مفتوحة واكتشفت ان هي ما كانتش شغالة. المهم نزلت بالكابوريا وعطيتها تقليبة مع البصل، ونزلت بالبهارات اللي هي نزلت على الشاشة، ونزلت بلتر من المية وهسيبها لحد ما تغلي. وحلة تانية على النار وهنزل بشوية زيت، وهنا هبص على الكابوريا اشوف ايه الوضع. الريحة واو، ريحتها كانت قلب البيت حرفيا، الريحة تجنن. الخضار ده عبارة عن بقدونس وشبت، ولو في كزبرة يا سلام، هتودي بقى شوربة الكابوريا في حتة تانية خالص. اهو برضو ببص كده اشوف ايه الاخبار واقلب بشويش، وهي حرفيا ما بتاخدش وقت على النار. يعني متهيألي مش 10 دقايق، يعني اقل من 10 دقايق. هي مجرد ان هي لونها بيتغير بظبط ملحها، وكده هي تمام خلصت وجاهزة على التقديم. هنيجي هنا في الحلة التانية اللي انا نزلت بيها بالزيت، هنزل بشوية بصل واحمرهم بالشكل ده، وهنزل بالجمبري. طبعا انا غسلته وصفيته كويس. على فكرة الفيديو ده انا قصة منه تفاصيل كتيرة جدا علشان الناس ما بتتفرجش للاخر، والفيديو بعد ما بتعب فيه والله بالساعات ووقفة المطبخ والتصوير مش بلاقي مشاهدة. المهم هنا انا نزلت بالجمبري والتوابل، هكتبها لكم على الشاشة، ونزلت بالبقدونس، وهنزل برضو بمية مغلية زي ما حضراتكم شايفين، وهغطي بالشكل كده. واهم تركية في الموضوع ده كله اللي هي معلقة الثوم المفروم، وهرجع اغطي تاني عليها. وبعدين هفتح على الجمبري بعد ما اخد غلوة ولونه اتغير، وهنزل بالخضرة اللي هي عبارة عن كزبرة خضرة وبقدونس وشبت وكرفس، واديله تقليبة كده وهديله كمان غلوة. وفي حلة تانية على النار هنزل بشوية زيت، والطريقة دي انا اعتمدتها في فيديو من الفيديوهات. لو ترجعوا لفيديو السمك السنجاري، انا حرفيا بقيت اعتمد الطريقة دي في عمل الرز الصيادية، لانه حرفيا ما بياخدش وقت وبيطلع طعمه تحفة.
وبطلت احرق البصل خلاص، يعني قصة ان انا احرق البصل دي تاني خلاص انتهت. انا هنا حمرت البصل يا دوبك لونه اتغير، ونزلت بالرز زي ما انتوا شايفين بعد ما غسلته وصفيته كويس جدا. التركية بقى في الرز الصيادية اللي انا اتعلمتها من الست اللي انا قلتلكوا عليها، الرز بيتحط له صلصة زي ما انتوا شايفين، ولونه هيطلع احمر برضو مع الطعم اللي هو الرز الصيادية الاصلي. عايزه اقول لكم انا ندمت حرفيا ان انا طول عمري ما كنتش اعرف الخطوه دي. وهنزل بقى هنا بالتوابل والتركية الخطيرة اللي هي القرفة، نص معلقة قرفة هتودي الاكل الرز الصيادية في حتة تانية. وشوربة الكابوريا برضو هنزل بيها، مش هنزل بمية مغلية، لا انا هنزل بشوربة الكابوريا، هتخلي الرز ده في حتة تانية خالص. وزي ما قلت لكم ان الرز مجرد ان هو يتشرب واسيبه يستوى شوية، اقلبه بالشوكة عشان ما يتعجنش، لان الرز بيتكسر بسرعة وهيعجن وهيبقى شكله مش لطيف وانتي بتقدميه للضيوف. وبكده انا عملت الكابوريا بالشوربة بتاعتها والجمبري والرز الصيادية، وريحتهم كانت حرفيا قلب البيت. نيجي هنا بقى ونعمل الطحينة. انا مش هعمل طبعا زي الترند اللي بينزل، الناس بتبل عيش في المية وبعدين ينزلوا مع الطحينة، مع احترامي لكل الناس اللي بتعمل كده عشان توفر، بس ما بتطلعش النتيجة حلوة يعني. المهم انا نزلت بالطحينة وحطيت التركية برضو المية السخنة اللي هنزل فيها في الطحينة. واحد من جوه مطعم هو اللي قال لي التركية دي، قال لي علشان الطحينة تفك معاكي بسرعة خلي انزلي عليها بمية سخنة. وحطيت طبعا التوابل كمون وملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وخل ومعلقة توم مهروس وهريسة شطة، وكده خلاص الطحينة جهزت. وحاولت اقصر الفيديو على قد ما اقدر، والله الفيديو ده حرفيا انا لما عملت مونتاج عمل 50 دقيقة، وطبعا ما فيش حد هيتفرج على فيديو 50 دقيقة، فانا عملته 8 دقايق. ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا. انا عملت سمك سنجاري بس هنزل بيه في فيديو تاني ان شاء الله. وطاجن السبيط، ادي الجمبري وادي الكابوريا وادي سفرتنا النهارده، عزومه بجد هتشرفك قدام اي حد. واوعدك ان انتي هتبطلي تشتري اكل تاني جاهز من بره، مع فرق الكواليتي، النظافه، حاجه سعرها معقول مش اوفر، حاجه معموله في البيت بنفس وتوابل وتكات وحركات، وهتشرفك قدام اي حد. ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا. يا ريت تدعموا القناه بتاعتي لسه صغيره، لسه محققت شروط الربح اللي هو 1000 مشترك، 4000 ساعه، و3 مليون مشاهده للفيديوهات القصيره. يا رب يا رب يكون فيديوهاتي حلوه وبتفيدكم وبتقدروا تستفيدوا منها. لايك وشير وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي في الكومنت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.